المره اللي دازت هضرنا على الويدجتس بصفه عامه. اليوم غادي نهضروا على جوج ديال الويدجتس مهمين اللي هما الكالم والرو. الا فرض هذا هو السكرين ديال الاب اللي انت خدام عليها، وهاد الاب ديالك باش تكون مزيانه خاصك تعمرها بالويدجتس. الويدجتس غادي يعطيوك تكست، ايميج، يعطيوك بزاف ديال الحوايج، باتنز اللي تقدر تخلي الابليكيشن ديالك تكون مزيانه. دابا انت ولا بغيت تحط هذوك الويدجتس غادي خاصك واحد الكونتينر فين غادي تحطو. دابا الويدجتس فين غادي تحطهم، واش غادي تحط واحد هنا وداك الثاني اللي غادي تحط واش غادي يجي فوق من هذاك الويدجت اللي قبل ولا غادي يجي حداه ولا غادي يجي تحت منه. فباش نتحكموا في هذه القضيه هذه فلاتر كاينين ويدجتس اللي كياخذوا تشيلدرن وهما كيرتبوا هذوك تشيلدرن في السكرين ديالك على حساب واحد الرولز عندهم هما في اللاي اوت ديالهم. مثلا يا اما غادي تحطوا تشيلدرن حنا بعضياتهم ولا غادي تحطوا تشيلدرن واحد والثاني كيجي تحت منه. فلاتر عنده جوج ديال الويدجتس، الرو والكالم. الرو كيخلي الويدجتس اللي وسط منه يتحطوا واحد جنب واحد، بحال دابا يجي واحد هنا واحد غادي يجي في الجنب ديالو. الكالم العكس ديالو، كيخلي الويدجتس يتحطوا واحد والثاني اللي غادي يجي ترسم من مورا كيجي من تحت منه. يعني ان الرو كيرسم الويدجتس ديالو افقيا والكالم كيرسم الويدجتس ديالو عموديا. كاينين جوج ديال المصطلحات خاصك تفهمهم مزيان قبل ما تبدا تخدم بالرو والكالم اللي هما المين اكسس والكروس اكسس. المين اكسس هو داك المحور الاساسي اللي كيتبعوه دوك الويدجتس اللي هما تشيلدرن ديال هذاك الكونتينر يا اما الرو ولا الكالم، والكروس اكسس هو العكس ديالو. فمثلا بالنسبه للرو المين اكسس ديالو يكون هو هذا المحور هذا اللي هو افقي، والكروس اكسس ديالو غادي يكون هو العكس، هو داك المحور اللي هابط عمودي. بالنسبه للكالم المين اكسس ديالو غادي يكون هو المحور اللي هابط عمودي، والكروس اكسس ديالو غادي يكون هو المحور الافقي يعني العكس ديالو. دابا فين كنستعملوا حنايا هذا المين اكسس والكروس اكسس؟ غير باش نديروا الالاينمنت ديال هذوك الويدجتس ولا دوك التشيلدرن، يا اما غادي ندير لهم واحد الالاينمنت رول كتنطبق على المين اكسس ديال هذاك الرو ولا الكالم، ولا غادي ندير واحد الالاينمنت رول اللي كتنطبق على الكروس اكسس ديال هذاك الرو ولا الكالم. مثلا لنفرض حنا خدامين مثلا في الكالم وقلتي بان خاص يكون الاينمنت ديال الويدجتس ديال الكالم في الكروس اكسس يكون في بوزيشن ديال الاند، يعني في الكروس اكسس هادو غادي يمشيو للاند. ولا قلتي مثلا انه في المين اكسس خاصهم يكونوا مسونطرين، يعني غادي ياخذوا هادو ويدجتس كاملين وغادي يتصونطراو في المين اكسس. ونفس الشيء كينطبق على الرو، حتى هو كنقدروا نتحكموا الويدجتس اللي كيجيو وسط منه كيفاش غادي يتالينياو في المين اكسس وكيفاش غادي يتالينياو في الكروس اكسس، يعني واش غادي يتصونطراو ولا غادي يبداو يترسموا من واحد الجهه في الاخر ديال المين اكسس ولا في الاول ديال المين اكسس ولا في السونتر ديال المين اكسس، ولا غادي تفرقوا في المين اكسس. عاوتاني في الكروس اكسس واش غادي ديرهم في الاند ولا في ستارت ولا في سنتر الى اخره. فهادشي كامل غادي نشوفوه دابا. ملي نمشي ندير واحد اكزامبل في الفلاتر. هنا عندي واحد الاب فيها واحد الماتيريال اب واسمنا سكافولد، وكاين هاد التكست هذا اللي مكتوبه فيهم. دابا انا غادي نحيد هاد التكست وبغيت يكونوا عندي ثلاثه ديال الايكونز محطوطين واحد جنب واحد، يعني في واحد المحور اللي هو افقي. حنا قلنا اللاي اوت اللي عنده دايركشن افقيه وكياخذ بزاف ديال الويدجتس هو الرو، يعني هنا خاصني نستعمل واحد الرو وداك الرو وسط منه غادي ندير ويدجتس وحدين اخرين اللي غادي يبينوا لي واحد الايكونز انا غادي نحددهم من بعد. يعني هنا غادي نحيد هاد التكست وغادي ندير رو. الرو كياخذ ليست ديال الويدجتس اللي كتسمى تشيلدرن. انا الا جيتي تشوف التايب ديال هاد التشيلدرن غادي تلقاها ليست ديال الويدجت، ليست عاديه ديال الدارت. تقدر ديكلاريها هنايا النيت كما تقدر انك تكون جايبه من شي قنت اخر، حيت هي غير الليست ديال الدارت، يعني تقدر تكون وسط واحد الفاريابل وهنايا بلاصه ما تديكلاري واحد الليست تستعمل شي فاريابل اللي وسط منها ليست ديال الويدجتس. كاين هنا الا تلقاو كيستعملوا هاد جينيريك تايب ويدجت، ولكن ماشي بالضروره. غير انت هاد الليست هذه اللي خصك تعمرها غير بالويدجت، ما يمكنش تعمرها بشي حاجه واحده اخرى. مثلا هنا نجي ندير شي تايب اخر مثلا سترينغ. فانا قلنا خاصنا نديروا ثلاثه ديال الايكونز على بعضياتهم، يعني غادي نستعمل الويدجت ديال الايكون، وهذا الويدجت ديال الايكون وسط منه خاصني نعطيه واحد الايكون داتا اللي غادي نجيبها من هذا الكلاس ايكونز دوت. هنا غادي يعطيني بزاف ديال الماتيريال ايكونز اللي نقدر نخدم منهم اي واحد غير بالسميه ديالو. مثلا هوم غادي يعطيني داك الايكون ديال هوم راه هو كيبان في السكرين. نقدر نجي هنايا قبل هوم وندير واحد الايكون واحد اخر نديروا له مثلا ايكونز دوت بيرسون. ولا لاحظتوا هنايا ان الترتيب اللي كتحط فيه الويدجت وسط الليست هو نفس الترتيب اللي كيبقى في الريندر ملي كيجيو يبانوا لك الويدجت وسط السكرين ديالك. دابا غادي نزيد واحد الايكون واحد اخر. قلنا حنا بغينا ثلاثه ديال الايكونز، غادي نديروا ايكونز دوت سيتينغز. دابا هاد الايكونز هادو ملي كدار لهم الريندر كيجيو ملصقين مع بعضياتهم. الا بغينا نديروا واحد سبيس ما بين هاد الايكونز ولا هاد الويدجت اللي كاينين وسط الرو، كاينين بزاف ديال الطرق. ممكن اننا نستعملوا واحد الويدجت واحد اخر مثلا سايزد بوكس، وحيت حنايا هنا كنريندريو الويدجتس ديالنا في واحد المحور اللي هو افقي، فالسايزد بوكس خصني نعطيه واحد الويت، وداك الويت غادي نسيتيه الان لاي سبيس
يعني شحال ما بغيت انا الفرق ما بين هذا الايكون الاولاني والايكون الثاني غادي نسيتيه الويت ديال هاد سايز بوكس مثلا 12. دابا ملي ندير سيف ايبان ان داك الايكون ديال بيرسون ترندرا وتكحاز بواحد 12 وعاد دار ريندر لهذاك الايكون ديال هوم. الا خدمتي سايز بوكس وكنتي باغي دير نفس سبيسين ما بين كاع الويدجيت غادي خصك انت تجي بيدك مانيول وتبدا تكري هاد سايز بوكس بزاف ديال المرات. ولكن في الفيرسيون الاخريه ديال فلاتر زادوا واحد القضيه انه الرو ولا كياخذ واحد البروبرتي كتسمى سبيسين، نقدر نسيتي الرو سبيسين وكاملين بهم غادي يوليو ترندراو ويدجيت ويدير هذاك سبيسين اللي هو 12 وغادي يرندري الويدجيت اللي من مورا. كاين واحد الطريقه واحده اخرى الا بغيتي تفرق ما بين الويدجيتس في المحور الاساسي ديالو ولا المين اكسس، هو الا بدلتي الفاليو ديال المين اكسس الاينمنت. المين اكسس الاينمنت كتاخذ واحد الانوم ديال التايب ديالو مين اكسس الاينمنت، وباي ديفولت كيكون المين اكسس الاينمنت دوت ستارت. دابا هنا ملي درنا مين اكسس الاينمنت دوت ستارت بقاو بحال اللي كانوا في الاول، بحال ما كنا دايرين والو. يعني الا حيت هذه درت لها كومنتس بحال ما درت والو، حيت باي ديفولت كتكون ستارت. دابا الا جيت مثلا درت سبيس ايفنلي، فهذاك سبيس اللي هو هوريزونتال كاع هذوك الويدجيت غادي يتفرقوا بالتساوي، غادي يكون بيناتهم نفس سبيسين. كاع الاتساع اللي كيكون ما بين كل ويدجيت هو نفس الاتساع اللي كيكون ما بين اول ويدجيت واخر ويدجيت والسايدز ديال السكرين، يعني كيكونوا قد قد. دابا الا بغيتي يكون اتساع ما بين كل ويدجيت فحال فحال يقسمهم بالتساوي، ولكن اتساع ما بين اول ويدجيت والحاشيه ديال السكرين اخر ويدجيت والحاشيه ديال السكرين يكون هو النص ديال هذاك السبيسين اللي ما بيناتهم هما كاملين. غادي نخدم سبيس اراوند. ملي غندير سبيس اراوند يبانوا ان دوك الويدجيت الاول والويدجيت الثاني زادوا قربوا شويه من السكرين، باش داك الساعه ولا سبيسين ما بيناتهم كاملين هو الدوبل ديال سبيسين ما بين اول ويدجيت والسكرين واخر ويدجيت والسايد ديال السكرين. كاين سبيس بتوين كيدفعوا كاملين بهم، يعني ما غاديش يبقاو ملاصقين مع بعضياتهم وغادي ياخذوا الماكس سبيسين بوسيبل، كاع ديك الافيلبل سبيس غادي تكحاز ما بيناتهم. وهنا غادي تلاحظ بان الويدجيت الاول لصق مع السكرين مع السايد ديال السكرين، وبقى هذاك في الوسط ديال الهوم، والاخر ديال السيتينغز حتى هو لصق مع السايد ديال السكرين. ولا درت سنتر راه غادي تسونطراو كاملين، يعني غادي نريندريهم في السنتر ولكن غادي يبقاو ملاصقين. نقدر ندير سنتر مثلا نزيد معاه سبيسين باش يداروا في السونتر ويكون ما بيناتهم واحد السبيسين اللي انا كنحددو هنايا بالبروبرتي ديال سبيسين. كاين بروبرتي واحده اخرى اللي هي الكروس اكسس الاينمنت اللي كتحكم في الالاينمنت ديال هاد الويدجيت ولكن في الكروس اكسس. فبالنسبه للرو الكروس اكسس ديالو هو داك الاكسس العمودي، يعني هنايا خاصني نعطيها واحد الكروس اكسس الاينمنت والفاليوز ديالو كيكونوا يا اما سنتر يا اما ستارت ولا اند ولا ستريتش ولا بيز لاين. بالنسبه للديفولت فاليو ديال الكروس اكسس كتكون هي كروس اكسس الاينمنت دوت سنتر، يعني باي ديفولت هو كيسونطري في الكروس اكسس ديالو. ولكن الا بغينا حنا تبان تغيير في كروس اكسس، حيت انا واخا نجي دابا ندير مثلا ستارت ولا اند ولا شي حاجه ما يتبدل والو. علاش؟ حيت الرو ما عندوش واحد السايز محدده في الكروس اكسس ديالو. فالا بغيت مثلا الرو تكون عنده واحد السايز محدده خصني نغلفو بواحد السايز بوكس، نعطيه واحد الهايت مثلا ديال 100 ولا كاع انا نغلفو بكونتينر. علاش؟ باش نقدر نعطيه واحد الكولر كولرز دوت جراي هنا باش تبان الكونتينر ديال الرو شحال واخد في السكرين ويكون ملون بواحد الكالر، غير باش نقدروا نشوفوا ملي نكونوا كنديفلوبيو. دابا الا جيت هنايا وبدلت في هذا رديتو سنتر باي ديفولت غيبان لك ان الرو واخد هذاك السبيس اللي هو جراي كامل، ودوك الويدجيتس اللي وسط منه مسونطريين في داك الاكس العمودي. دابا الا بدلت هذه رديتها ستارت غادي يطلعوا للفوق، يعني غيبداو في البدايه ديال داك الكروس اكسس. درت اند غادي يهبطوا يترندراو في الاند ديال داك الكروس اكسس، ولا درت ستريتش راه كيتستريتشا ولكن حيت هاد الايكون زادو صغار كيتسونطراو. يعني كاين هنايا بعض الفاليوز اللي واخا كديرهم كاع ما كيعطيوك واحد الايفيكت. علاش؟ حيت كتكون شي حاجه واحده اخرى اللي بحال كتحيد لك داك الايفيكت ديالهم. فانت مع الوقت غادي تبدا تتعلم شنو هما الفاليوز اللي تستعمل في كروس اكسس وفي المين اكسس الاينمنت على حسب داك الديزاين اللي عندك وعلى حسب انت شنو هو البيهيفير اللي بغيتي يكون عندك في الريندرين ديال الويدجيتس ديالك. نقدروا دابا نجيو لهادي نديروا لها غير 80 باش تولي صغيره شويه. دابا حنا بغينا وسط هاد الرو يكونوا عندنا واحد تكست كيجي تحت من الايكون، يعني كل ايكون يكون تحت منه التكست. بحال كنكري واحد المنيو كيكون فيها الايكون وتحت منه كيكون التكست ديالو. دابا باش ندير انا واحد التكست تحت من هذا الايكون، الا جيت كتبته هنا غير تحت منه شنو غادي يوقع؟ مثلا هنايا جيت درت بروفايل غادي تكتب في الجنب ديال هذاك الايكون ديال بيرسون. علاش؟ حيت بروفايل حتى هي داخله وسط الرو، والرو كيريندري كلشي في داك الاوريزونتال اكسس ديالو. فالا بغيت انا داك بروفايل تجي تحت من البيرسون خاصني نغلف بروفايل تكست ويدجت وداك الايكون ديال بيرسون الويدجت ديالو نغلفهم بجوج بواحد الويدجت اللي هو الكالم. علاش؟ حيت الكالم كيريندري في الفيرتيكال اكسس، المين اكسس ديالو هو الفيرتيكال اكسس.
يعني دابا هنا غادي ناخذ انا هادو كاملين وغادي نجمعهم وسط واحد الكالم. دابا ملي جمعتهم وسط واحد الكالم بانت واحد اللعيبه انهم تجمعوا واحد فوق واحد ولكن طلعوا للفوق، فما بقاوش قادين مزيان مع الايكونز الاخرين اللي هما وسط الرو. علاش؟ حيت باي ديفولت الكالم كيكون عنده واحد المين اكسس سايز، فالرو والكالم جوج بهم عندهم المين اكسس سايز. قبيله في الرو كاع ما ردينا البال المين اكسس سايز لان ما كان داير لنا حتى شي مشكل، كان كلشي كتحطو هذا كان السايز ديال الرو باي ديفولت ماكس، وحتى الكالم السايز ديالو باي ديفولت في المين اكسس ديالو كتكون ماكس. دابا انا الا درت مين اكسس سايز داز ماكس راه بحال ما بدلت والو. دابا الا بغيت نشوف انا شي تغيير نقدر ندير مين اكسس سايز داز مين. هنا ملي غادي ندير مين اكسس سايز داز مين شنو كنقصد؟ ان السايز ديال هذاك الكالم في المين اكسس غادي ياخذ المينيموم افيلابل، يعني السايز اللي يلاه غادي يتحط فيه هذاك الايكون ديال بيرسون وداك التكست اللي تحت منه. الا كانت باي ديفولت ماكس فكياخذ الماكس افيلابل، يعني داك السايز ديال الكونتينر ديالو. شكون هو الكونتينر ديالو في هذه الحاله؟ هو الرو اللي براسو واخد واحد السايز ديال 80، يعني في هذه الحاله حتى داك الكالم الا خليتي له المين اكسس سايز دات ماكس غادي ياخذ حتى هو الهايت ديال 80. فبالتالي الا خليتي له المين اكسس سايز ماكس وبغيتيه تسونطرا غادي خاصك تسعى شنو دير؟ غادي خاصك تسونطري دوك الويدجتس ديالو في المين اكسس، يعني نجي نزيد هنايا واحد البروبرتي واحده اخرى مين اكسس الاينمنت ونجي هنايا وندير له سنتر، حيت هو باي ديفولت المين اكسس الاينمنت كيكون ستارت. دابا نقدر نجي نغلف حتى هذوك الويدجتس الاخرين ندير لهم كل واحد تكست تحت منه هوم سيتينغز، غادي نحيد هنا هاد المين اكسس ماكس حيت هي باي ديفولت، وكاملين بهم غادي ندير لهم في المين اكسس الاينمنت ديالهم يكون سنتر. دابا غادي نطلع للرو وغادي ندير له المين اكسس الاينمنت ديالو يكون هو مين اكسس الاينمنت دات سبيس ايفنلي باش تتقسموا هذوك الكولمز بالتساوي. وهكا هذا الويدجت ديالي ولا كيبان بحال شي منيو اللي كتكون في اغلب الابس اللي كيكون فيها مثلا باتن ديال البروفايل فيها ايكون وتكست والهوم وسيتينغز الى اخره. فبامكاني ديك الساعه انا نبقى نزيد بزاف ديال الويدجت على حسب الديزاين ونبدا نقاد فيهم، وانت خاصك تعقل على واحد اللعيبه انه كاين المين اكسس وكاين الاينمنت ديالو وكاين الكروس اكسس وكاين الاينمنت ديالو. المين اكسس ديال الرو هو الكروس اكسس ديال الكالم والمين اكسس ديال الكالم هو الكروس اكسس ديال الرو، وانت كتبدا تالايني دوك الويدجز ديالك فيما بغيتي. مثلا بغيتي يكونوا في الفوق ديال الرو يترندراو الفوق، فالفوق ديال الرو يعني في هذا الاكس هذا اللي هابط عمودي هذاك الكروس اكسس، كنت بغيتهم يترندراو في الرو في هذا الاكس هذا اللي هو هوريزونتال هذاك هو المين اكسس. هادشي هذا خاصو شويه ديال البراكتيس باش تولف عليه وباش ملي تبقى تشوف واحد الديزاين تولي بحال كديكودي داك الديزاين على بالك كتشوف مثلا هنايا في هذه هي كتبان لك مثلا ان هذا خاصو يكون رو، والرو خاصو يكون وسط منه واحد الكاردز هادو هما الويدجتس، وهذيك الويدجت ديال الكارد براسها خاصو يكون فيها واحد الكالم، داك الكالم فيه ايكون وفيه تكست، ومن بعد غادي تبدا تاليني مثلا هاد الايكون والتكست خاصهم يكونوا الا كان الكالم واخد الماكس سبيس ديال الكارد هادو خاصهم الينيو في السنتر في المين اكسس ديال الكالم في السنتر. عاوتاني هادو مثلا يا اما دير بيناتهم واحد سبيسين، هنا راه كاين هادشي كيسكرولي بطبيعه الحال السكرول كاع ما كيكون باي ديفولت في الكالم ولا في الرو، يعني الا فتي هذاك السايز ديالو راه كيعطيك واحد الايرور بان عندك اوفر فلو. باش نجربوها هنايا فهنا درت بزاف ديال الويدجتس في ديك الرو وخرجوا على السكرين، وهنا عطاني بان عندي واحد الرايت اوفر فلو، يعني باي ديفولت داك الرو ولا الكالم كاع ما كيكونوا كيسكروليو. الا بغيتيهم يسكروليو خاصك تغلفهم بواحد السكرول سينجل تشايلد سكرول فيو، ولكن حيت هنايا في الرو سينجل تشايلد سكرول فيو عندها واحد السكرول دايركشن اللي كتاخذ واحد الاكسس، وهذا الاكسس كيكون فيرتيكال وهوريزونتال، بما اننا في الرو فالاكسس غادي يكون هوريزونتال. هادشي هذا نقدروا نشوفوه من بعد بوحديته، ولكن دابا الا درت هاد اللعيبه هادي غادي نولي نقدر نسكرولي. ففلاتر قلنا حنا تقريبا كلشي كيكون ويدجتس، يعني خاصك تبدا تفكر بهاد العقليه هذيك. اي حاجه يا اما غادي تكون عندها ويدجتس ديالها الا كانت هي غادي تبين لك شي حاجه في السكرين، ولا غادي يكون شي ويدجت اللي كيغلف واحد الويدجت اخر باش يبدلوا البيهيفير ديالو ولا الابيرنس ديالو في هذاك السكرين ديالك. يعني مثلا في هذه الحاله ديال قبيله كان داك الرو خرج دار له الاوفر فلو، فباش يولي الرو كيسكرولي ماشي هو براسو اللي عنده شي بروبرتي ديال السكرول، انما هو كيتغلف بواحد الويدجت، داك الويدجت هو اللي كيسكرولي. كنا نقدروا نغلفوا حتى الكالم بويدجت كيسكرولي، كنا نقدروا نغلفوا الابليكيشن كامله بويدجت كيسكرولي. فهذه هي الفلسفه ديال فلاتر واللي خاصك تفهمها مزيان.